إذا أنت صاحب مصلحة تجارية أو شركة أو بتبيع أونلاين، هذا الفيديو كتير بهمك. في زمن الذكاء الاصطناعي إذا أنت ما عندك ويب سايت أنت خارج اللعبة التجارية. خليني أقول لك كيف وليش وشو اللي بصير. في الماضي كنا نستخدم محرك البحث جوجل لنبحث عن منتج معين ونقول بدي أبحث عن عطر معين، بدي برنامج محاسبة، بدي شركة توصيل، ويجيب لنا عدة نتائج بحث ونقعد نختار منهم وندور ونشوف اللي بيلزمنا. اليوم الناس تغيرت طريقتها لاستخدام الإنترنت بشكل كامل. حاليا التوجه كله نحو الذكاء الصناعي وبرامج الدردشة زي تشات جي بي تي وجيميناي وغيرها، حيث إنه الناس بتدردش مع هاي البرامج وبتطلع لهم نتائج. تشات جي بي تي وجيميناي بيعتمدوا بشكل أساسي على صفحات الإنترنت الموثوقة والمضمونة، وبيستخدموا نفس التقنيات تقريبا اللي بيستخدمها السيرش انجن اوبتمايزيشن. وفي حلقة عندي في قناتي عن هذا الموضوع، اللي هي إنه كيف أنت تعمل ويب سايتك مناسب وملائم لمحركات البحث. اليوم ظهر عندنا مصطلح جديد اسمه LLMO Large Language Model Optimization، وهذا المصطلح له بس من أول السنة هاي، يعني بيظهر وبتصير عليه أبحاث، لكنه صار مهم جدا، بحيث إنه أنت لما الناس تبحث عن منتج معين إنه تحاول يكون اسم صفحتك أو اسم موقعك الإنترنت أو منتجك ظاهر في النتائج أثناء الدردشة مع الناس. هذا الإشي بيزيد لك مبيعات، بيزيد لك ظهور، لأنه الناس بشكل عام عملها بتثق في النتائج اللي بتعطيها إياها الذكاء الصناعي وبتاخذها عن ظهر قلب إنه هذا الصح. فأنت غيابك عن الذكاء الصناعي معناته غيابك عن السوق. وإذا أنت اليوم متأخر وما عندك ويب سايت، لحق حالك في هذا الموضوع. سأل جيميناي عن 10 شركات توصيل موجودة بفلسطين وإنه مقرها يكون في الخليل حتى أرسل معها بضائعي، فجاب لنا من أحد أعمالي رقم 1 سابق ولاحق للنقل والتوصيل، وجاب منافسين لإلها التماس البريد الفلسطيني وما إلى ذلك. لاحظ إنه إحنا بنستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، بنستخدم تقنيات سيرش انجن اوبتمايزيشن ومحركات البحث، لذلك بنيجي تقريبا في أول النتائج في أغلب الدردشات اللي بتحكي عن هذا المجال. طبعا كل شركة لها كلمات مختلفة. عدم وجود ويب سايت محترم لإلك يعني غيابك عن نتائج الذكاء الصناعي، يعني خروجك من السوق.